السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو سهل وجميل كده، يا رب ينول إعجابكم. بس قبل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك الجميل يا حلوة انت وهي. بصوا بقى يا حبايبي، أول حاجة هنعملها الرز. طبعا انت ما يكون عندك سمك زي ما انت شايفة قدامك كده، أول حاجة هتبتدي بيها هتطبخي الرز بتاعك وبتسيبيه يتلدن، وبعد كده بتروحي تشوي السمك بتاعك. تابعوا الفيديو للاخر. هنعمل حبة رز حلوين قوي بالشعرية. نزلت الاول بالزيت، وبعد كده خدت الشعرية بتاعتي طبع الكمية اللي انت حباها، وهبتدي ان انا اقلبها. ولو انت ما بتعرفيش توحدي الشعرية، رش معاها رشة من الملح بسيطة، ولو تقدري تقلبها وتبقى لون واحد عادي. لا اله الا الله، صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. واوعوا تنسوا اللايك والكومنت الحلو. ببتدي ان انا اقلب الشعريه بتاعتي رايح جاي كده لغايه ما تاخد معايا لون ذهبي وحلو. ما تغمقهاش عشان خاطر ما تمررش معاكي طعم الرز. احلى حاجه يا حبايبي لقمه الرز بشعريه دي كانت عسل. طبخ الرز بالشعريه بالطريقه اللي انا بعمله تحفه بجد. اللي اول مره يشوف كده القناه بتاعتي اتمنى ان هو يشرفني ويشترك عندي، ونبقى عيله جميله كده مع بعض. اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان خاطر كل ما انزل فيديو يوصلك. لو اول مره تشوفونا حبيبتي، اتمنى ان انت تشترك عندي في القناه. ولو انت مشتركه، شكرا على متابعتك الفيديوهات بتاعتي. هنقلب بقى الشعريه زي ما انتوا شايفين اهو. انا هفصل معاكم لغايه ما تاخد اللون اللي انا عايزاه، وبعد كده هتشوفوها بالشكل ده. تغمروا وتفتحوا تلاقوا الحاجه خلصت معاكم كده. اهو. شفتوا بقى اللون واحد ازاي؟ مفيش واحده تختلف عن التاني. لو ما قدرتيش تعمليها كده، رشه ملح بين صوابعك هتلاقي معاكي برضو اللون كده جميل وزي العسل. ما احنا لازم البنوتات الحلوين يعملوا احلى الاكل. اهو. انا بقى في الوقت ده غسلت الرز. اوعي تسيبي الشعريه وتعملي اي حاجه طول ما انت واقفه ايدك فيه. من نجاح الشعريه بتاعتك ما تسيبهاش، لان الشعريه من النوع يا حبايبي اللي بتحمر بسرعه. غسلت الرز بتاعي ونزلت انا بالميه الاول علشان تاخد قلبه الاول، وبعد كده انزل بالرز بتاعي. تنزلي الرز بمعنى اصح على ميه مغليه، بس ايه يعني، يا دوب تيجي تقلب. ما تسيبيش الشعريه بتاعتك تقلب كتير عشان ما تعجنش منك. رشة من القرفة، والقرفة بتديها طعم تحفة للرز بشعرية. طب انا ما بحبش القرفة، استبعدها خالص وما تضيفهاش. حطيت الملح، والملح ده طبعا رغبتك انتي واختيارك انتي. لو الشعرية بدأت تقلب معايا مجرد قلبة واحدة، هنزل انا بالرز انا غسلاه اهو، وهسيبه يتشرب مع بعضه. وكانت الحلة هتقع مني بس ربنا ستر. كده نزلت بكمية الرز بتاعتي. ظبطي بقى المية بتاعتك، زودي لو حبيتي تزودي شوية مية زوديها مية سخنة، ما تزوديش مية ساقعة. وسيبها حبايبي بقى ويعيش مع نفسه ويتطبخ ويبقى احلى رز بشعرية تكليف حياتك، وجميل جدا. تحفة بجد. رحتوا بقى وبيقلب كده شوية القرفة بيدوله ريحة تحفة، وفي نفس الوقت طعم جميل. يعني بصي، من غير غموس تقدري تعملي الرز ده مع بطاطس، تقدري تعمليه مع فراخ مشوية، تقدري تعمليه في كل حاجة متاح معاك. حتى لو رز وشوربة حلوة برضه. لو طبخت فراخ مسلوقة بيبقى جنب الرز بشعرية جميل. تعالوا بقى نسيب الرز بتاعنا يتطبخ والشرب ويبقى زي العسل. غسلت السمك، وهعمل التتبيلة اللي زي الفل اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. انا عندي السمك ده بوري. هنعمل ايه؟ خلطة كده للسمك البوري بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة قوي. جبت كبة معايا يدوي زي ما انتوا شايفين اهو، وهقطع فيها شبت على كزبرة. الشبت طبعا بيدي نكهة جميلة قوي للسمك المشوي، وبيبقى حلو. احنا عارفين السمك يبقى الشبت على طول من غير كلام. ودقة في نفس الوقت راس توم غسلاها ودقها بقشرها في الهون اللي انتوا شايفينه قدامكم كده. وكمان هنضيف قرنين من الفلفل وحباية واحدة من الطماطم. وهمسك الكلام ده كله نعمله في كبة زي ما انت شايفة قدامك كده، وكمان ليمونتين حلوين. اهم حاجة في السمك بقى الليمون، والطماطمية اللي انتوا شايفينها الجميلة دي. اهم حاجة تغسلوا الخضار ده غسيل كويس، وبعد كده تبتدي ان انت تقطعيه بالشكل ده. صلوا على الرسول يا حلوين عليه افضل الصلاة والسلام. وصدقيني الخلطة دي كانت للسمك تحفة 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 يا بنات. تنزلي اول المية بتاع الليمون، وبعد كده تكسري الليمونة اتنين. وطبعا انت كده كده هتقطعيها في الكب. اهو قشر الليمون جامد، والسكينة عايزة سنة.
هاخدهم بقى انعمهم تنعيمة حلوة كده وارجع اوريهم لكم احنا هنعمل ايه. هحط كمان الليمونة دي وانعمهم. نعمتهم وجبت طبعا عندي غويت شوية ونزلت عليهم براس التوم اللي انا دقاها. دق الراس التوم بقشرها بحالها، بس اهم حاجة اغسليها. وبعد كده جبت شوية مية خرطتهم كده الكبة بتاعتي لميت اللي فيها خسارة خسارة. وكوبايتين مية بس، كوبايتين اتنين مية. البوري ما بحبش السقسقة بتاع المية. ضيف الملح وضيف البهارات. طب البهارات عبارة عن ايه؟ كزبرة وكمون وحبة شطة. هتضيفي كزبرة وكمون وشطة والملح. ده بهارات السمك اللي احنا هنعملها النهاردة. مفيش اي حاجة، مفيش اي مشاكل. واهم حاجة الليمون وكمان التوم في السمك. ما تضيفيش خل. ما بحبش الخل في السمك على فكرة والله. يبقى ضفنا كده التوم والليمون والكزبرة والكمون والشطة والملح والشبت والكزبرة الأخضر والفلفل والطماطمية. وحطينا عليهم كوبايتين اتنين من المية. تعالوا نسيبهم بقى ونقلب الملح بتاعهم تقلبة حلوة. ودوق الحدق بتاعك كده يا حلوة انت وهي وانت بتقلبي الملح. شوفي يعني انت حابة ملحك ازاي، ظبط الدنيا بتاعتك. تعالوا نروح بقى ايه عند الفرن نشوي السمك بطريقة سهلة وبسيطة اهو. انا كده هغسل السمك ونطلع بقى ايه عند الفرن. وفي الوقت ده اوريكم الرز بتاعي وصل لايه. ما شاء الله شوية رز يا عيني. ريحته كفاية، ريحته كفاية والله، ريحته كفاية يا جدعان. اشتركي في القناة يا عسل. بصوا بقى تعالوا نروح بقى نعمل السمك. شفت الرجلين الحلو ده جاي عايز يمسك الفرن. امشي يا ابني مفيش فايدة. قلبنا البوري بتاعنا في الردة. تجيبي ردة بتنخليها وبتقلبي البوري بتاعك بالشكل ده. تعالوا بقى ايه نحط في الفرن سم كده وولعي الفرن بتاعك يسخن الاول. وبعد كده تحط السمك بتاعك وتهدي النار. البوري يا جماعة بتشوي على نار هادية مش على نار عالية. وبعد كده بنقلبه زي ما انتوا شايفين كده. قلبي بقى براحتك. انت شايفة نار، طبعا النار هادية. من نجاح البوري شيه يبقى على نار متوسطة، ما يكونش على نار عالية عشان بيبقى سمين. وعشان تضمني ان هو يطلع معاكي حلو اشويه على نار هادية. غير الشبار خالص، البوري غير الشبار. هتاخدي بقى بصي تنزلي السمك بتاعك سخن طالع من الفرن كده سخن. وتاخدي في الخلطة اللي انت عاملاها وبيطلع معاكي بالشكل التحفة اللي انت شايفاه ده. حطه في مصفى. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانوش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة يا حبايبي، بحبكم في الله.